السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة اليوتيوب. كل لايك دلوقتي هتنزل لايك، اشتراك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده هنتكلم بخصوص خبر مهم جدا جدا جدا. انا اتبسطت جدا اول ما قريته واتأكدت من صحته. خبر عودة ابو تريكة لمصر خلال الاشهر القادمة. اتأكدت من الخبر وان شاء الله يرجع لنا بألف سلامة. وانا حبيت الخبر، ممكن يكون بسيط بس انا حبيت ابتدي بيه لانه الخبر فرحني جدا جدا جدا. تاني خبر معانا بخصوص اللاعب الجميل المتميز المتمكن من ادائه، اللاعب اليو ديانج لاعب النادي الاهلي. اليو ديانج رفض تماما انه ينتقل للدوري التركي وقرر البقاء، يا اما لو هيتنقل قال مش هنتقل غير للدوري الاوروبي، غير اي دوري اوروبي. قال يا الدوري الانجليزي، اسباني، الماني، اي دوري، يا اما اتني في النادي الاهلي. كل الدعم للاعب اليو ديانج وكل التوفيق له في اللي جاي. لاعب يستحق كل خير وان شاء الله ربنا معاه. والخبر الثالث معانا فسخ عقد لاعب الزمالك مصطفى شلبي، ولجنة التظلمات تعلن قبول تظلمات ثلاثي الزمالك احمد بالحاج وشبانة ومنسي. يا ترى الثلاثي دول هيتقيدوا افريقيا ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. ما تنساش زي ما قلت لك تعمل لايك وتصلي على النبي في الكومنتات وتفعل زر الجرس، وعايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. اهم خبر معانا ورابع خبر معانا منتخب الشباب. منتخب الشباب اصبح على اعتاب بغادرة البطولة، بطولة افريقية اللي على ارضك بعد خسارتك من نيجيريا، خسارة من نيجيريا وتعادل من موزمبيق. انا مش عارف اقول ايه. البطولة على ارضك تخسر من نيجيريا، تتعادل مع موزمبيق. ان شاء الله ان شاء الله خير وهتفوزوا الماتش الجاي. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تفعلوا الجرس وتصلوا على النبي في الكومنتات ولايك وشير، واشوفكم بخير. سلام.